ازاي كوعك وركبتك يبقوا ناعمين زي بشرة الأطفال وفاتحين جدا وما تتكسفيش منهم تاني من غير ما تدفعي ولا جنيه في الصالون. هقولك النهارده على الخطوات اللي بنعملها في العيادات عشان نعالج السواد ده، بس الأول عايزاكي تعملي سبسكرايب عشان تنضمي لعيلتنا. أول خطوة تستخدمي سكراب حبيبات ناعمة مع مية دافية عشان المية دي تطري الجلد السميك وتفتح المسام. ممكن بقى تستخدمي اللوفة أو بإيدك عادي وحركي السكراب بحركات دائرية خفيفة لمدة 5 دقايق وبعدين اشطفيه بمية عادي. بعد الخطوة دي هتلاقي فرق رهيب في النعومة والسواد راح من أول مرة. وانت لسه قاعدة في مكانك بقى هتنشفيهم كويس جدا وهتستخدمي كريمات وسيرامات تقشير، بس السيرم بيبقى أحسن لأن بيتشرب أسرع وبالتالي مفعوله بيبقى أقوى. ممكن بقى تجيبي أزودرم حلو جدا للسواد والتصبغات دي، أو تجيبي سيرم فيه أزاليك أسيد أو كوجيك أسيد أو ألفا إبيوتين حسب البادجت بتاعك. بعد بقى ما يتشربوا خالص هتحطي مرطب فيه يوريا ولاكتيك أسيد وترطيب قوي زي سورالول أو أليجيون أو سكانوفا او اي ست عندك مرطب قوي حطيه. لو ما عندكيش يا ستي بلاها دول، لو عندك فازلين او زيت اللوز هيقوموا بالواجب. المهم انك ترطبي كويس جدا. جربي بقى الروتين ده مرتين او مره يا ستي لو ما عندكيش وقت، انا عارفه هتلاقي فرق كبير جدا في النعومه والسواد ده. استني بقى الفيديو الجاي هقولك على تركيبات تعمليها في بيتك عشان ترطبي وتقشري كعب رجلك. فما تنسيش السبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان توصلك فيديوهات الجديده.